ضد العدوان عشان توضح الحقائق للناس. دوريات العدو أصبحت صيدا ثمينا لأبطال المقاومة. الاحتلال بدأ يستجوب الناس، عاوز يعرف أماكن الفدائيين. استطاع عدد من ضباط المخابرات والصاعقة يدخلوا المدينة في الوقت ده عشان يشاركوا مع المقاومة الشعبية. واستطاع المحافظ محمد رياض أن يفتح بعض المخابز لإطعام الناس، وضرب رجال المقاومة أروع الأمثلة. وكانت عيون محمد مهران المناضل الوطني ثمنا لحرية مصر. وزي ما قال جمال عبد الناصر لمهران: سرقوا أعين شبابنا، عار بريطانيا في عيون مهران. معينة داخل المستشفى وقاموا راميني في الأرض 4 بريطانيين، 4 وحوش في شكل بشر بيسموهم في المستشفى عملهم ضدي خير قيام كمعذبين. وهم بيعذبوني وصل طبيب بريطاني وأمرهم بالكف عن التعذيب وبدأ يتكلم معايا. قال لي: أنت مسكين، أنت شاب صغير مسكين، أنت عارف أنت جيت هنا ليه؟ قلت له: أنا كنت بدافع عن عليا وجابوني هنا. ناس عمي في البلد بتاعتكم؟ قلت له: أيوه. قال لي: حالة الأعمى الأحسن ولا حالة البصير؟ قلت له: طبعا حالة البصير. قال لي: تتمنى تكون أعمى؟ الدنيا يتمنى يكون أعمى. قال لي: اتفقنا. قلت له: على إيه؟ قال لي: إيران مدفعك سيء لا زال على قيد الحياة، وأنت جيت محكوم عليك بنزع عينيك لترقيع قرنية عينين الضابط بتاعنا. قلت له: سيادتك الدكتور المكلف بالعملية؟ قال لي: أيوة، لكن قبل ما أكون الدكتور المكلف بالعملية أنا وصيت بينك وبين القيادة اللي حكمت عليك الحكم ده، بقول بدل ما انزع عينيك الاتنين انزع منك عين واحد ارقع بيه قرنية عين الضابط بتاعنا، وانت تشوف بعين وهو يشوف بعين. عندك مانع؟ قلت له: ما عنديش مانع. قال لي: بس العين اللي انا اسيبها لك تشوف بيها لها تمن، تدفع التمن بتاعها. قلت له: ايه التمن؟ قال لي: الرد على الاسئلة اللي رفضت الرد عليها في بورسعيد، وقبل الرد على الأسئلة وقبل أي حاجة عاوز حديث بصوتك بتتكلم فيه عن استقبال الشعب في بورسعيد للقوات البريطانية وعن السياسة في مصر. قلت له: ده مطلب سهل جدا. قال لي: مش كده؟ قلت له: أيوة. سيادتك عاوز حديث بصوتي أتكلم فيه عن استقبال الشعب في بورسعيد للقوات البريطانية وعن السياسة في مصر؟ قال لي: أيوة. قلت له: عن استقبال الشعب في بورسعيد للقوات البريطانية النتيجة قدامك، وسيادتك اللي بتبلغني أنا جيت هنا ليه. أما عن السياسة في مصر لو سألت أي مصري هتلاقيه بيطلب من الله النصر لقادتنا المصريين. نقلوني غرفة العمليات، لقيت 3 أطباء ضمنهم اللي كان بيساومني ده و2 ممرضات وراجل نايم على ترابيزه. هم اللي شايلين حطونا على ترابيزه. حسيت فعلا انهم هيشتلوا عينيا، جسمي كله بقى يتنفض. بدات اوجه العبارات دي للدكتور ده، واحد من ال3 اللي هو كان بيساومني في الاول: يا دكتور ارجوك عشان خاطر ربنا اشتال مني عين وسيب لي عين اشوف بيها. سيادتك طبيب وعملك عمل انساني، ما تحرمنيش من نعمه ربنا اللي انعم عليا بيها وعليك وعلى كل خلقه. قعدت اردد العبارات دي وهو يبص لي ويدور وشه. بعد كده قال لي: انت رفضت الطلب بتاعنا واحنا بنرفض الطلب بتاعك. دي اخر ما التقطته عينيا من صور في حياتي. خدوا عينيا، هخاف من ايه تاني؟ قلت لهم: خدتوا عينيا؟ ايوه، عشان تكون انت العبره بتاعت امثالك في مصر. قلت لهم: لكن ما تقدروش تاخدوا وطنيتي ولا ذره من وطنيتي. هننتصر عليكم ان شاء الله، هتنسحبوا من بلدنا مهزومين ان شاء الله. وظللت اهتف بحياه مصر وعبد الناصر ولعن ابو بريطانيا وانطوني ايدن رئيس وزرائهم. لما وصلت مستشفى العسكري في القاهره اطمنت، ارتحت، غبت عن الوعي الله أعلم أيام أسابيع الله أعلم. لما فقت وبقيت كويس وحاسس بكل حاجة حواليا، جالي قائد المستشفى في يوم الصبح كان اسمه الأمير الله طبيب، يعني العميد طبيب فتح الليسي. جاء صبح عليا وقال لي: لا ده انت بقيت كويس أوي مهران الحمد لله، أنا جاي أبشرك بشرى. قلت له: اتفضل يا فندم. قال لي: في ناس بيحبوك قوي وانت كمان بتحبهم قوي، جايين يزوروك النهارده. فكرت انا والدتي، حد من اخواتي، حد من اعمامي. مين يا دكتور؟ قال لي: هي مفاجأة.
بس هما بيحبوك قوي وانت بتحبهم قوي. طب مين قال لي لا سيبها مفاجأة؟ وانصرف. لقيت الممرضات بيحطوا فازات وبيحطوا فيها زهور. مين يا فلانة؟ مين يا فلانة اللي جاي؟ قالوا لي ده القائد مرضاش يقول لك، هيقول لنا احنا. وانا قاعد في السرير لقيت خطوات جاية ناحية الحجرة وداخلين على الحجرة. في المقدمة لقيت اللي بيقول لي بطلنا هنا يا ولاد صوته. قلت له مين؟ جمال عبد الناصر. قال لي ايوه حبيبي. وقام جاي مسلم عليا وقام مقدم لي اللي معاه. قال لي سلم عبد الحكيم عامر، سلم زكريا محي الدين، سلم حسين الشافعي، سلم كمال الدين حسين. دول اللي كانوا معاه، بس اللي في الصوره معايا انا وعبد الناصر عبد الحكيم عامر بس. بعد ما سلمت عليهم قعد جنبي في السرير وحط دراعه الشمال على كتفي وقال لي قول لي يا مهران. قلت له اتفضل يا فندم. قال لي تقدر تحكي لي اللي حصل في بورسعيد وفي قبرص بس ليا شرط. قلت له اتفضل يا فندم. قال لي لو حاسس ان اعصابك هتتعب ما تحكيليش حاجه الوقت خالص، اما ابقى اجي لك مره تانية ابقى احكي لي. قلت له لا يا فندم مستعد احكي لسيادتك الوقت. قال لي مش عاوز اعصابك تتعب. قلت له اطمن يا فندم. حكيت لعبد الناصر. لما وصلت للجزء اللي بيقولوا لي فيه عشان تكون عبره لامثالك في مصر، لقيت الراجل الانسان جمال عبد الناصر رحمه الله اللي بيحذرني من الانفعال، لقيته قرصني قرصه جامده في رقبتي وقال لي ايه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت له يا فندم هم اللي قالوا لي كده يا فندم. قالوا لك ايه؟ قلت له قالوا لي خدنا عينيك عشان تكون عبره لامثالك المصريين. قال لي الانجليز غلطوا غلطه كبيره يا مهران، هم خدوا عينيك مش عشان تكون عبره لامثالك المصريين زي ما وصفوك، لكن عشان تكون قدوه لأي مصري ولأي حر في العالم. وقال لهم سرقوا أعين شبابنا، عار بريطانيا في عيون مهران، عار بريطانيا في عيون مهران، في عيون مهران.